معجزة داخل مكة المكرمة. سيدة جزائرية تستعيد بصرها بعد فقدانها بصرها 5 أشهر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فرحة كبيرة جدا جدا تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي. في الأول كده هنصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. وكمان ما تنسوش لايك على الفيديو، اشتركوا وفعلوا الجرس من كلمة الكل عشان خاطر يوصل لكم الجديد والترند. مشهد مؤثر جدا 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 لسيدة جزائرية تستعد بصرها بعد فقدانها لبصرها لمدة 5 أشهر خلال زيارتها إلى مكة المكرمة. أول ما دخلت واعتمرت وبصت للكعبة ودعت ربنا، يعني سبحانك يا رب سبحانك يا رب. طبعا دعوتها استجابت وبصرها رجع لها واستعادت بصرها، وكانت فرحة كبيرة جدا 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 وهي بتعمل أداء العمرة. والفرحة بقت فرحتين بأداء العمرة ليها، وكمان عمت الأجواء من الفرح بين المعتمرين من زوجها وابنها وأختها. كانوا مبسوطين جدا جدا جدا. الحاجة دي جزائرية في الأصل، اسمها بلوسيف. ربنا يا رب يبارك فيها، اللهم أمين. وألف ألف مبروك لبصرها اللي استعدته. ربنا يا رب يكمل فرحتها على خير ويرزقنا بزيارة بيته الحرام، اللهم امين. انتهى الفيديو مع حضراتكم ومع السلامة.